ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين الصورة كده، يعني بجد بجد انا اسفة جدا على المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس ده طبعا يرجع لظروف خاصة بيا وطبيعة شغلي وكده، بس الحمد لله ان شاء الله مش هتتكرر تاني. المنظر اللي انتوا شايفينه ده ان شاء الله هيتغير معانا بتكلفة لا تتعدى ال5 جنيه. اول حاجة انا جبت معاكم كلافز يا جماعة، لازم نستخدم لما نكون هنعمل اي مواد كيماوية لازم يكون فعلا في كلافز وفي كمام علشان الحساسية. وانتوا عارفين المواد الكيماوية دلوقتي بقت خطر جدا على صحتنا اصلا، واحنا ما بقيناش فينا صحة الحمد لله. دلوقتي انا جبت معايا كمان بخاخ، لان عندي كمان بخاخة معطر عادية ماشي، بس انا هكون شغالة كويس. وجبت معاها ازازة فاضية لاني انا زودت بصراحة المادة اللي انا هعمل بيها. ف... فقلت هقسمهم على 2، واحدة هعملها هشتغل بيها معاكم النهاردة، وواحدة تانية قلت هخليها، بس حاولوا المادة دي ما يكونش معاكم كتير. المادة دي يا جماعة بوتاص بتجيبيه من عند الراجل بتاع الأدوات المنظفات، بتقولوا له عايزة ب5، عايزة ب3، عايزة ب10، زي ما انت عايزة. اللي معايا دول كانوا حوالي ب7 جنيه. انا هقسمهم على العلبتين. انا كنت قبل كده بجيبه سايل، كان بيسهل عليا بصراحة، كنت بفضي شوية السائل في قلب المية وخلاص. دلوقتي هو بيتباع كده حصى، فحطيت منه شوية في قلب الإزازة وزودت الباقي مية. احنا الشغل بتاعنا ان شاء الله كله هيكون في الحمام، لان طبعا انتوا عارفين الحاجات الدهون وكده بتبوظ الدنيا. وبجد بجد انا اسفة على طول الفيديو، بس بأمانة بأمانة هتستفادوا بطريقة وهتنبهروا من اللي انتوا هتشوفوه. انا اول مرة كنت اجرب الخلطة دي جربتها على حامل البوتاجاز، بس كانت صدفة، والبوتاجاز وشال لي اللزقة بتاعة البوتاجاز، وهعملها لكم برضو ان شاء الله. مش هسيبكم الا لما قبل ما نعملها. انا هنا يا جماعة مليت خلاص ورديتهم كويس، وخلصت البطاطس تمام. طبعا اللي هتقولي بوتاص وغلط ومش غلط، انا عايزه اقولك ان انت اهم حاجه تحافظي على نفسك وتحافظي عليهم. شايفين المنظر؟ انا بجد اسفه جدا عليه، انا رشيت عليهم كويس جدا. الشفاط عندي كان بقاله فتره ما اتعملش، كنت برجع من الشغل متاخر، والولاد ومذاكرتهم وكده، بس يعني خلاص انا الحمد لله يعني قدمت استقالتي ففضيت بقى، فقلت هنضف بقى البيت. الاطباق دي كان عندي اطباق مركونه فوق المطبخ بقى، يعني اعتقد من ساعه جوازي، وما كنتش بستعملهم تماما، يعني هما كانوا جداد اصلا كده، وما كانش عندي مكان احطهم فيه، فكنت حطاهم فوق المطبخ، فبهدلوا البهدله اللي انتوا شايفينها دي. بس عايزه اقول لكم معاكم في الفيديو انا مصوراه، هو الفيديو طويل جدا انا عارفه حقكم عليا، بس بجد بجد هيعجبكم جدا، وهتتفاجئوا باللي انتوا هتشوفوه، لان كل حاجه هترجع كانها كانت جديده بالظبط، وسهله جدا ومش متعبه. انتي يا دوب اديني زي ما انتوا شفتوا رشيت، حطيته تحت الحنفية، بعمل بصباعي الدهان بيطلع، وزي ما انتوا شايفين هيكون معاكم اهو. عملت بالسلكة، مشيت السلكة عليها، مجرد ما انتي بتمشي بس السلكة بتلاقي الدهان عمال بيطلع منك ومفيش اي حاجة. آه يعني انا بجد بجد والله، انا جربت منظفات كتير وجربت حاجات كتير جدا بتبقى جاهزة، بس غالية، يعني غالية، ب70 جنيه. منتج بلاش ذكر اسماء، بس المنتجات عامة دلوقتي 70 جنيه. في حاجة تبع شركة ماي واي برضو ليها سعرها. طب وليه؟ يعني انا ممكن هو، وكلهم على فكرة برضو بيعملوا حاجة للحساسية، وكلهم بيعملوا ريحة، وكلهم بيبقوا صعبين على الايد، ما ينفعش تستخدميهم. طيب ما هو ده برضو صعب على الايد، لان في ناس كتير فعلا هتقولي بوتاص ومش بوتاص. يا جماعة بوتاص عادي، يعني ده مكون مادة كيماوية زي بقية المواد، مش هتفرق معانا في حاجة. زي ما انتوا شايفين انا غسلته زي قدامكم كده، وشطفته، واول ما شطفته يعني خالص ما فيش فيه اي مشكلة، وهينضف زي شايفين بيلمع ازاي. ما اعتقدش ان في اي حاجة اصلا بعد الدهون اللي انتوا شفتوها دي فعلا تعرف تعمل كده، مفيش. تستخدميه بقى يعني انا عملت معاكم بيه الشفاط، عملت الاطباق، عملت كل عملت البوتاجاز، عملت كذا حاجه، يعني اي حاجه عندك ممكن تعملي بيها لما تلاقي الدنيا مبهدله عندك قوي كده في الدهان. شايفين
وما كملتش على فكرة حاجة، ده هو ما خدش معاكم يعني، ما خدش وقت في ان انا ايه سايباه مثلا من فترة او حاجة. هي المروحة بس ما كانش اتشطفت، ما كانش وصل لها البوتاص كويس، ففي جزء تاني ايه هرش عليها برضو تاني، بس ده عادي يعني، ما بيكملش اصلا لحظة. بجد بجد والله سهل ومريح وبسيط في كل حاجة، وهيعجبكم قوي. ماشي، انا هنا عملت المروحة. بعد كده خلصتها ودخلت على الشبكة. الشبكة كانت فعلا خدت وقت جامد جدا معايا. انا عايزه اغني لكم والله يا جماعه، وانا بعمل لكم كده، لاني بصراحه انا مش لاقي حاجه اقولها، انتوا شايفين. هو طويل، بس انا حبيت ان انا اكون مخليه الفيديو كله قدامكم، اللي هو ايه، لا انتي عشان ما حدش يقول لي لا انتي مشيتي وقعدتي تدعكي بره كتير، لا انا كنت بدعك معاكم على فكره، يعني كنت بعمل بالسلكه معاكم، انا ما كنتش بعمل في حته تانية. تمام. هي بس اللي خدت بس وقت علشان انا ما كنتش رشيت عليها البوتاس كويس، بس برضو مقارنة ما فيش اي وقت وما فيش اي حاجة، مقارنة بالنتيجة اللي انتوا بتوصلوا لها، لا ما حاجة ما تصدقش اساسا. شايفين اول ما المية نزلت عليها رجع جديد، يعني هي الاحراف بس عشان ما كانتش اترشت كويس، بس بعد كده خلاص يعني ما فيش. شايفين اهو ما فيش، ولا كأنك بتعملي حاجة اصلا، يعني انت كأنك بتغسلي طبق. بجد اللهم بارك اللهم بارك، حلو قوي، هينفعكوا قوي. بعد كده انا دخلت على بقى اللي هي الحته اللي هي الجامده قوي بقى، اللي هي بتبقى واخده الدهان كله فعلا، وشفطه الدهان كله، يعني هي ده مصدر الشفطان. زي ما انتم شايفين متبهدله بهدله السنين. اه والله بجد انا اسفه فعلا للمنظر اللي انتوا شايفينه، لان انا ما كنتش بطول بالطريقه دي، بس زي ما قلت لكم كان طبيعه شغلي، ويلا الحمد لله على كل حال. ديني بقى فضيت للدهانات بقى والحاجات بتاعه البيت وكده. شايفين اول ما عملت بس بايدي، يعني لسه ما دعكتش حاجه، يعني انا لسه ما عملتش حاجه بالسلكه، انا اول بس ما عملت بايدي هو الدهان اصلا نزل. وشايفين كميه السواد اللي على الحوض، انا عايزه اقول لكم ان الحوض ده والله كان مغسول قبليه على طول. شايفين ما فيش يعني اي ماده كيماويه معلش ممكن تعمل الحاجات دي وبتكون رخيصه قوي كده، ما فيش. يعني انا مش شايفه حاجه زي كده وتبقى سهله زي ما انتم شايفين كده. نطفت وما خدتش وقت وما خدتش حاجه، يعني ما خدتش حاجه خالص. وادي الشفاط بتاعنا، يعني بعد ما كان قطعة من الدهون السوداء الفظيعة، رجع تاني وبقى أبيض جدا ونضف نضف 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 يعني. وإن شاء الله يعني يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون تعبي فعلا هينفعكم. انا بشكر كل الناس اللي اشتركوا في القناه، بجد والله فعلا انا ما كنتش متوقعه. انا عارفه اني انا طولت عليكم أوي في الفيديو، مش عارفه هبقى ضيفه عزيزه ولا ضيفه رخمه يعني، دي حاجه ترجع لكم بقى. بس بالله عليكم يا جماعه، يعني ايه، انا مش عايزه حاجه في الكومنتات، يعني اللي عنده كلمه حلوه يقولها، اللي مش عنده ما يقولهاش، لاني انا بالنسبه لي انا عامله القناه دي يعني سبحان الله هي جت كده، يعني انا مش مستنيه حاجه من الناس، او مش عايزه رأي من الناس، لا انا الحمد لله ربنا كرمني وراضيه بنفسي، سواء عجباكوا او مش عجباكوا كل واحد ليه رأيه. والناس اللي كلكوا على عيني وعلى راسي والله فعلا. ده الطبق بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه. آه بجد والله العظيم الاطباق دي كانت عندي من الجهاز، يعني انت متخيل انا متجوزه بقالي 10 سنين على فكره. الاطباق دي كانت عندي من الجهاز وما كنتش عندي مكان احطها فيها، ولفت الايام واحتجت الاطباق. والله العظيم بدل ما قلت اروح اشتري، لا وانا اشتري ليه، طب ما انا عندي الاطباق دي، طب ما انضفها، انا كنت فعلا هرميها. قلت لا، طب ما انا نفس التجربة اجربها عليها. عايزة اقول لكم والله والله فعلا، انت اول ما بعمل بس بالسلكة كده، يعني انا مش بدعك، يعني انا مش بدعك، انا بس بلف السلكة، مفيش يعني كل الدهانات دي خلصت. ممكن تقف معاكي الحتة اللي انتي ما وصلتلهاش بس البطاس، بعد كده هتلاقي كل الدنيا سهلة. اديني هنا غسلت الطبقين، رجعوا والله العظيم زي الجداد بالظبط بعد ما خلصتهم، زي ما شايفين بيلمعوا ولا كأني في اي حاجة. انا عمري ما استخدمتهم على فكرة، شايفة بقول لكم مية مية، يعني هو فعلا مية مية.
يعني لما يكون ب5 جنيه تعملي كل ده. شايفين شكله الشكل قبل والشكل بعد، انتوا اللي تحكموا. وبجد انا متشكره جدا لكل الموجودين في القناه، ويا رب القناه تكمل بيكم. آه متشكره قوي على تعبكم، متشكره جدا للكومنتات الحلوه اللي بتجيلي. اي كومنتات وحشه يعني قلت لكم كلكم على عيني وعلى راسي، انا مش مستنيه حاجه من حد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب، ومستنياكم تتابعوني في اي حاجه.